بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال. النهارده ان شاء الله هنعمل البط بالطريقه البورسعيديه. هي طريقه فعلا جميله وتستحق التجربه، والحمد لله رب العالمين. دي بطه اللهم بارك، وزن 3 كيلو. طبعا انا نظفتها وغسلتها كويس وزي ما حضراتكم شايفين الجمال، اللهم صل على النبي، يعني حاجة جميلة. وطبعا الخل ده يعني جميل جدا، بيديني بياض للطيور ويضيع اي ريحة زفارة. وطبعا تحت الحنفية بالشكل ده مرات ومرات، وشطفتها كتير، نظفتها، شلت منها كل الزيادات اللي هي بتدي طعم زفارة. وطبعا ده الدقيق برضو كويس جدا معايا، بستخدمه برضو في الطيور زي كده. بيلمع معايا، بيشيل اي حاجة لو فيها بقايا شعر او كده بتتشال معايا، بتبقى جميلة وفعلا بيديها رونق جميل. طبعا هنا انا بشيل كل الزيادات اللي هي مش مستحب طبعا وجودها معايا في البطه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. ده الجزء اللي هو الخارجي من الجناح بتاع البطه ده بيتشال. طبعا اكيد حضراتكم فاهمين وعارفين، بس برضو في بنوتات صغيرات مقبلين على زواج او كده لازم يبقوا فاهمين النقاط دي. فطبعا كده هي بعد ما انا ظبطتها كويس جدا وشلت منها كل زياداتها، برضو انا رجعت يعني اشطفها مره ومره ومره بحيث ان هي تبقى جميله ما فيهاش اي حاجه، وفعلا هي بقت معايا بالشكل الجميل ده. لازم اصفيها كويس برضو من الميه عشان لما ابدا يعني احشيها ما تبقاش فيها ميه وطبعا هتبوظ معايا الحشوة، سواء كنت هحشيها رز او فريك او مثلا الخلطة الجميلة اللي هي البصل واللي هي مع القطع الكبدة والحاجات دي. المهم ان هي لازم اتلاشى اي نقاط مية توجد معايا في البطة سواء خارجيا او داخليا. وهنا طبعا بدأت اجهز الحشوة. ده طبعا بصل بقشره، قشرتهم كويس، قطعتهم وفرمتهم في الكبة. انا طبيعي بحب اشتغل بالكبة، بتساعدني كتير. فانا كده انتهيت تقريبا من كل التقشير. هشطفهم طبعا اكيد وهطحنهم كويس في الكبة معايا. طبعا اللهم صل على النبي، انا المفروض كنت حطيت معاها الكبدة والحاجات بتاعتها، بس هي ما جاتش معاها، يعني مش عارفة، يعني انا بصيت فيها لما اشتريتها ما لقيتش فيها الحاجات دي. مش مشكلة، بس هي بتبقى البصل بيتفرم، والمفروض نقطع الكبدة بتاعت البطة وتتشوح معانا في البصل اللي حضراتكم شايفينه ده. بس انا ما لقيتهمش، فعادي ما فيش مشاكل. طبعا دي طاسة على النار فيها سمنة وزيت سخن شوية. طبعا نزلت بالبصل اللي انا فرمته، الملح وفلفل ده شيء اساسي جدا معايا، وشوية حبهان مطحونين مع شوية ورق لورا بطحنهم على بعض، بيدوني نكهة جميلة في الحاجات اللي زي كده، بيطعموا معايا. انا مش عايزاها تحمر البصل، لا، هم يدوب يتبلوا ويبدأوا يعني ياخدوا اللون الجولد الذهبي. وبعد كده نزلت عليهم بربع كوباية مية وطبعا تبلتهم بالملح المناسب، وهياخدوا معايا كام غلوة كده لغاية ما يبدأوا يمسكوا نفسهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنا خلاص انا انتهيت منهم. طبعا سبتهم بردوا شوية. ودي البطة انا بجففها كويس قوي، ما بخليش فيها بقايا اي مية زي ما قلت لحضراتكم. وطبعا اهو من جوه نضيفه وزي الفل. وطبعا القطنه ما بتكذبش، المنديل انا نشفت بيه ما طلعش معايا اي حاجه. هنا البصل برد شويه معايا عشان ما يبقاش سخن برضو على ايدي. طبعا حشيت البطه كويس قوي
وطبعا كتفتها كده زي ما حضراتكم شايفين، وكان لازم ما اسيبش اي فراغات يعني توقع لي الحشو. طبعا دي عملية جراحية، ان انا بدأت اخيطها كده على اساس ان انا اتلاشى اي حاجة توقع لي الخلطة، مش عايزة انا كده. فكده انا مسكتها كويس جدا بعد ما كتفتها بالخيط. طبعا كانت في حلة على النار، مجرد المية ما هتغلي انا هنزل بالبطة جوه الحلة بالشكل اللي حضراتكم شفتوه كده. وطبعا جزرايه قصدي واحدة جزر، بصل، طماطم، الحاجات دي برضو بتدي رونق للشوربة، وطبعا بتاخد اي ريحة زفارة وبتبقى جميلة برضو. طبعا الملح المناسب للشوربة، مع ما رضيتش احط فلفل اسود عشان ما يغمقش الشوربة معايا، لان انا هعمل بامية خضراء، فانا عايزة البامية تبقى ايه يعني لونها جميل، ما تبقاش مسودة معايا. فانا حطيت ملح سادة بس، وسبتها طبعا لغاية ما استوت. ودي طبعا الصوص او الخلطة اللي انا هدهن بيها البطة وادخلها الفرن عشان تاخد معايا اللون الجميل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. ده عبارة عن كاتشب، عبارة عن صلصة، عبارة عن معلقة مستردة، ده دبس رمان برضو معلقة، كلهم على بعض مع شوية زيت، وطبعا فلفل وملح، فلفل اسود وملح وبابريكا. كل الحاجات دي طبعا هتتبل معايا وهتطعم معايا الدهان بتاع البطة اللي هي هتشرب منه وتاخد طعم وتبقى جميلة. ودي طبعا الصاج اللي انا هدخله الفرن، هحط عليه البطة، بطنته بالورق السيلفر كده، ودي ورقة زبدة برضو. وبعد كده طبعا معايا البطة انا خرجتها من الشوربة بعد ما استوت، طبعا بردت عشان اعرف اتعامل معاها. وهبدأ افتحها بقى كده شوية. ليه التفتيحات دي؟ عشان ادخل الصلصة اللي انا عملتها او الدهان اللي انا عملته ده، يبدأ يعني جسم البطة يشرب منه وياخد طعم برضو، ما تبقاش يعني طعمها كده. فكده انا هدهنها كلها من فوق ومن تحت، مش هسيب ولا مكان الا لما ياخد معايا الصوص ده. وطبعا انا مشغله الفرن على درجة حرارة 220 على الشبكة. دخلت بالبطة، وطبعا مش شغالة من تحت، لا بشغل الشواية لغاية ما تاخد اللون واخرجها. ده لسان العصفور، انا هعمله على الطريقة التركية، هو جميل ومغذي وفيه مكونات جميلة. طبعا سمن وزيت، ونزلت بلسان العصفور، بصلة طبعا مفرومة ناعم جدا، لما يبدأ يحمر كده ياخد اللون ده انزل بالبصل، هي بصلة واحدة بس. طبعا فلفل اسود، الملح المناسب، كمان ناخد طماطمايه نقطعها وننزل بيها بعد البصل بالشكل ده. طبعا لازم بقى التكه الاساسيه ان انا ما استعجلش اقلب، يعني المفروض التقليب ياخد وقته. هنا معايا الطماطم تتقلب كويس عشان تتسبك، ما يبقاش طعمها مزز معايا. ودي برضو معلقه صلصه، نفس اللي حصل مع الطماطم مع الصلصه، اقلب كويس جدا. يعني لازم التقليب ياخد حقه عشان يديني طعم في الاخر جميل. ففعلا قلبت كويس جدا. ودي بطاطسايه مع جزرايه برضو متقطعين صغير مع المرق بتاع البطة. وكده خلص معايا العصفور، هيستوي. طالما معايا بامية يبقى لازم نشوف عيش جميل هيتاكل مع البامية. حبيت اعمل كام رغيف كده، ده 1.5 كيلو دقيق مع معلقة خميرة مع تكة ملح صغيرة وتكة سكر صغيرة، عجنتهم كويس جدا. اهم حاجة مرحلة العجن عشان تبقى معايا عجينة كده جميلة. وسبتهم شوية اختمروا شوية، بدأت طبعا اشكلهم زي ما انتم شايفين كده الصاجات، وبعد كده بسيبهم برضو ياخدوا وقتهم في الصاجات كده لغاية ما يرتفعوا معايا ويعلوا. وبدخلهم الفرن، طبعا بشغل الشواية وبشغل الفرن، ولازم يخشوا الفرن على نار تبقى سخنة، يعني درجة حرارة الفرن تكون سخنة. ما ينفعش ادخل العيش والفرن بارد، لا العيش هيتسمغ في بعضه كده مش هيبقى كويس. انما لما ندخل العيش في درجة حرارة سخنة
فوق وتحت كله، العيش هياخد معايا، يتنفخ معايا ويستوي يبقى جميل. فده كده بعد ما خلصت شكلت وظبطتهم، هسيبهم يرتاحوا تقريبا نص ساعة. طبعا المطبخ معايا سخن، طبعا شغال، يعني النار شغالة بالبوتاجاز وكده، فمدفية حرارة المطبخ، فده هيساعد على ارتفاع العيش وهيخليه يرفع معايا ويبقى جميل. وفعلا ما خدش معايا نص ساعة مع درجة حرارة المطبخ، وبعد كده بدأت ادخلهم الفرن يستووا فعلا تمام. وهنا بامية، طبعا دي بامية انا طبعا خرطتها وغسلتها كويس، غسلتها الاول طبعا خرطتها. وطبعا هنزل بالبامية زي ما شفتوا حضراتكم كده، ومعايا المرق بتاع البط بتستوي، هاخد شوية مرق يستوي فيه البامية لغاية ما تحسي انك تاخدي واحدة بامية كده على المعلقة، يعني تحسي ان هي اتهرست في ايديكي كده، خلاص كده كفاية. لكن لو ما كانتش اتهرست او ما كانتش لسه استوت، هتلاقي البامية معاكي تطلع مخبطة ببعضيها كده وتبقى لها عرق كده، ما تبقاش حلوة يعني. فلازم البامية تستوي كويس عشان ابدأ اهرسها. وفعلا هي استوت، حطيت لها ربع معلقة بيكنج صودا عشان اللون، ونزلت بيهم كده هرستهم كويس جدا. طبيعتي انا مش عارفة البعض بيحبوا كده ولا لا، بس انا بحب البامية يعني اهرسها بس اسيب فيها حاجات بسيطة كده، بتبقى جميلة في الاكل. فانا طبعا هرستها على قد ما انا محتاجاها او على قد ما شايفاها معايا كويسة ليا. ودي طبعا الطشة توم وسمنة وزيت، يا دوب كده مخلوش يغمق قوي، تبقى لونها كده ذهبي او جولد شوية. بنزل عليها بالبامية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. وهنا البطة بعد ما خرجت واستوت ما شاء الله اللهم بارك، حاجة روعة جميلة فعلا. هي طريقة تستحق التجربة فعلا، وهي جميلة جدا. طبعا شاربة الصوص، مستوية كويس، البصل والحاجات اللي فيها جميلة مديلها طعم جميل. ودي البامية حضراتكم ما شاء الله بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. طبعا الأكلة دي تحب جرجير، أنا مش من هواة المخلل، فكان معاه جرجير وده لسان عصفور زي ما وريته لحضراتكم بالطريقة التركية، برضو جميل وجديد ومغذي لو عندك أطفال، جميل ليهم جدا. وده العيش طبعا بعد ما خرج جميل جدا مع البامية. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. البامية تحفة تحفة جميلة. يا ريت اللايك والشير، واللي بيشوفني أول مرة ما ينساش يشترك في القناة. شكرا ليكم.